اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسيش تحط لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل بقى مع بعض كده وصفه الباذنجان المخلل. كلنا عارفينه هو بيتعمل ازاي اكيد يعني، بس حبينا نشارككم. معايا باذنجان كده زي ما انتم شايفين. جبته من السوق، ما لقيتش غير ده، ما لقيتش من الصغير كمان يعني. قلنا بقى نشيل القمع بتاعه اللي فوق ده كده. خدش. وحاطه ميه على النار بتغلي، وفيها شويه من الملح وشويه من الخل. وبعد كده معايا بقى الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنعملها التتبيلة. معايا فلفل اخضر على فلفل الوان، وفلفل شطة سبايسي كده حراقة انت وحسب الرغبة. معايا بقى معلقتين توم كبار، عليهم معلقة شطة كبيرة، عليهم معلقة فلفل اسمر، ومعلقتين او 3 معالق من الملح حسب الكمية اللي عندك. انا كان معايا كمية كبيرة. هتشوفوها معايا برضو لسه في اخر الفيديو. فالتتبيله بتاعتي كانت كتير. زي ما انتم شايفين بقى، بدأت ان انا اقطع الفلافل بتاعتي. لو عندك كبة تقدري تفرمي فيها برضو، مفيش اي مانع. وممكن تقطعي التتبيله دي يعني قطع صغيره على ايدك، بس الافضل انك تفرميها. وهنحط برضو عليها شويه من الخل. ولو عندك ليمون برضو، بس انا كانش متوفر عندي ليمون. وبحط في التتبيله ديت شبت، بتديني طعم حلو قوي في المخلل بتاع البتنجان. احط بقى كمان شويه من الملح عشان الكميه كبيره زي ما قلت لكم. كده بقى بدات ان انا افرمها وهز كنت بقى هنا بقى بحرك الخلاط شمال ويمين علشان الخلطه تنزل وتتفرم معايا حلو. ما شاء الله بقى الخلطة كانت حلوة معايا، وكانت حارة جدا، وده المطلوب. لما بقى المية كانت غلت معايا، بدأت ان انا انزل بالبتنجان بتاعي. وزي ما قلت لكم حاطه فيها شوية من الملح وشوية من الخل. ولو عندك ليمون زي ما قلتلك، تحطي ليمونتين بقشرهم كده، بتدي طعم حلو برضو للبتنجان وريحة حلو. خلاص كان استوى معايا، وبدأت ان انا اطلعه بقى. اهو. هنا بقى دي الكمية التانية اللي قلتلكوا عليها. حطيتها كده. وقلنا نغطي بقى عليهم. دي بقى بعد ما طلع، هو كان لسه سخن معايا، بدأت ان انا افتحه كده زي ما انتوا شايفين واحدة بواحدة، واحشاه حشوة حلوة كده. ولو عندك بقى علب بلاستيك تقدري محكمة الغلق، تقدري تحفظي فيها البتنجان بتاعك، او علب زي ما اللي انتوا شايفينها ديت، مفيش اي مانع. وبعد كده تحطها في التلاجة بقى، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب.
يعني تحشيه وتقدري تاكلي منه على طول في ساعتها، يعني مش بالسب ولا حاجة، بيبقى حلو. ما انا اكلت منه لما جه. ده انا بقى خلاص الكمية بدأت تخلص معايا، وهرجع انقله تاني من العلبة دي، احطها في علبة صغيرة واضحك على ماما واخد منها انا العلبة دي واحط فيها بتاعي. شايفين بقى؟ اهو نقلته تاني في العلبة عشان الكمية بتاعتها كانت صغيرة. فانا كنت جايب اكتر منها، فنقلته لها كده بقى في علبة على قدها، وهاخد انا العلبة دي احط فيها لي. تعالي روحي لوسام. بعد بقى ما رصيتها كده ببدأ ان انا برضو ارش عليه شوية من التتبيلة وشوية من الخل، ولو عندك ليمون زي ما قلت لك اعصري عليه ليمون وحطي القشر معاه، بس انا ما كانش متوفر عندي ليمون. هنا بقى الكمية التانية بدأت ان انا احشيها اهو، ورصيتها في العلبة زي ما انتم شايفين. شوفي اهي، هاتيها قوم. كان سخن، فكنت بحط كده في المصفى وبقوم نقلاه. اتمنى وصفاتنا تكون تعجبكم وتطلعوا منها مستفادين ولو بحاجة بسيطة وتجربوها. ده بقى محتوانا وبنقدم لكم كل حاجة بنشاركها معاكم في الطاجن. 2. هنا بقى الكبيرة كنت بقسمها 2 علشان هو كان كبير قوي، فما كنتش لقيت من الصغير، فقلت ما فيش مانع يعني. هيتاكل يعني، لا هيتاكل. خلاص بقى خلصت الكمية بتاعتي اهي زي ما قلت لكم. اتمنى من الفيديوهات انها تعجبكم ولو بحاجة بسيطة وتطلعوا منها مستفادين. لايك وشير للقناة عشان يوصلكم كل جديد. لايكات بقى عشان الفيديو يترفع علشان يتشاف. واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله احنا بنعمله. خلاص بقى بعد ما خلصتها كده برش عليهم برضك شوية من الخل، وهجيب شوية برضك من الزيت. لو عندك زيت زيتون تقدر تحط عليه، مفيش اي مانع. هونت وبألف هنا وشفا يا رب. اشوف وشكوا على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.